السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم خديجة. كيف تشوفوا ان شاء الله اليوم عندنا وصفة اقتصادية من هذوك لي شيت ديال الورقة ديال البسطيلة اللي كيبقاو لينا في هكا كنصوبوا شي حاجة كتبقى لينا. هذه فكرة من الافكار، يعني اش غنسميوها يعني مهم تقريبا شبيهة ديك البسطيلة كما تيقولوا ليها نشكة بالدارجة، بين قوسين او لا. المهم تتجي مقرمله وكتجي لذيذه. كما كتشوفوا درنا حبه ديال البصله. عندنا هنا تنديروا زيت الزيتون، البصله خضراء، يعني البصله حلوه يعني حمراء حبه حلوه، وشويه ديال الفلفله الحاره، قطعتها حتى هي هذيك الخضره اللي كتبان لكم، والزيتون مقطع، والربيع يعني القزبر والمعدنوس طريين. كنشحروهم هنا كما كتشوفوا. ما درت لا ملحه لا حتى شي حاجه، العطريه ما درتهاش. هي نخليها هي اخر حاجه من بعد حتى تبلينا البصله والفلفله وهداك الزيتون حتى هو كما كتشوفوا خليته كما هو كمقطع، ما طحنته ما والو. حاجنا به تبقى بحال هكاك الحشوه، يعني شويه كما كنقولوا كتنضغ كتعض، ماشي كاع كلشي يدبال كلشي يعني يكون مطحون على حسب الوصفه. كنشحروه مزيان بزويته ديال زيت الزيتون كما شفتوا. وبطبيعه الحال النار يعني مجهده، لان الى نقصنا العافيه غادي تطلق لينا البصله، غتطلق لينا الماء، وحنا ما حاجتناش بهذاك الماء يعني نهائيا. حنا حاجتنا بان تكون الحشوه واقفه كما كنقولوا في دامها. هنا كنزيدوا الكفته، الكميه ديال الكفته اللي بغيتو بطبيعه الحال. كنضيفوا الكفته بلا عطريه. هنا درت انا كفته ديال الدجاج. تنبقاو نفرتوها بشويه بشويه حتى تيدخلها تدخل العافيه ويدخلها داك الزويته هكاك تطيب، حتى تتفرتت لينا بشويه بشويه. نعطيوها الخاطر حتى تفرتت لينا. وتنتمنى بطبيعه الحال ديروا جيم الفيديو وتبارطاجيوه بطبيعه الحال مع صحابكم وحبابكم الى عجبكم بطبيعه الحال، وتخليو لي واحد التعليق زوين بحالكم. مرحبا بالتعاليق ديالكم، سواء انتقاد او لا تشجيع اللي كان، مرحبا بكم وشكرا لكم. صافي هنا كما كتشوفوا كنحاولوا نعركوها اولا نمعسوها، يعني ديك الكفته مع ديك البصيله والفلفله والحار. يعني هنا كما كتشوفوا هذيك الفلفله حاره ديك الصغيوره كلشي كينسجم. كنبقاو نعطيوها شويه ديال الخاطر حتى تنسجم لينا المكونات. وبطبيعه الحال هنا كما تشوفوا راه هنا ما درت لا عطريه لا والو، يعني غير هذاك الشيء اللي غير داك الزويته ديال زيت الزيتون هي اللي كاينه. من بعد عاد غندير العطريه، نخليها يعني باش ديك الكفته كما غنقولوا غتنسجم مع ديك الزويته ديال زيت الزيتون، وتوقف ديك الزويته ديك الزيتون اللي مقطع وداكشي كل حاجه غتطلق الليدام ديالها وداك الماء ديالها. وهنا خاصها تنشف شويه. هنا العطريه عندنا سكينجبير، الخرقوم شويه تخرقوم الملحه، عندنا القزبر يابس، عندنا راس الحانوت والسودانيه والتحميره. يعني شويه شويه من الحاجه، معلقه صغيره من الحاجه لان المكونات عندنا قلال. معلقه صغيره من كل حاجه، تحميره والفلفله حاره يعني السودانيه والراس الحانوت. وعندنا القزبر اللي معلقه، شي معلقه صغيره تكون عامره، تكون بومبي يعني ما تكونش يعني خاويه يعني مسوحه مثلا. والملحه القياس اللي غادي نملحو به، لان الملحه ديجا الزيتون عندنا مالح وغنديروا الفرماج، يعني نحاولوا نقصوا شويه الملحه. صافي هنا دابا عندنا الغرض انها غير توقف ديك العطريه تنسم بها صافي، لان الحشوه طايبه كما كتشوفوا. غنوجدوا واحد المورس، واحد المكعب ديال الشعريه الصينيه ديال الروز. نسلقوها اولا نخويو عليها الماء طايب على حسب كل سيده كيفاش دير ليها. انا سلقتها، كنصفيوها بطبيعه الحال كنرميوها نضيفوا على هذه المكونات. كما كتشوفوا هنا راه كلشي يعني انسجمت ديك العطريه، وكما كتشوفوا ما كاين لا ما
ما كاينش يعني شي سائل، فقط ديك الزويته ديال الزيتون هي اللي كاينه. وال والحشوه ناشفه، يعني حاجتنا بها تكون ناشفه، لان الورقه عندنا قليله، يعني ما ماشي بزاف. هنا كما كتشوفوا هذاك الكميه المرسول اللي عندي درت ديال الشعريه، ما درتش بزاف، غير مكعب واحد. تنقطعو بالمقص ملي سلقناه، يعني كنقطعوه بالمقص. هنا درناه رميناه فيها باش يشرب هذيك العطريه حتى هو، باش يتنسم لينا، ما تكونش الشعريه يعني كناكلوا العجينه، يعني راه غير عجينه ماشي شي حاجه اخرى. كنحاولوا نقطعوها ونعطيو شويه ديال الخضره، بانت لينا شي خويطات هكا صافي. وكنحركوا وكنخلطوا. صافي من بعد كنطفيو العافيه. هنا راه مازالين مشعولين عليها، مازالين شاعلين عليها على المقله. صافي هنا كما كتشوفوا كنحاولوا يعني كنخلطوا عادي حتى تنسجم لينا ديك المكونات مع بعضياتها. من بعد ملي كنطفيو عليها كنضيفوا بطبيعه الحال الفرماج الكميه اللي بغينا. ملي كنبغيو نديروا الحشوه ديالنا. هنا كنخليوها تبرد على خاطرها، لان الحشوه ما يمكنش نديروها سخونه في الورقه. ولو انها حنا دايرين غير هذيك اللي مقطعه مثلا، دوك اللي شيت ولا بقايا الورقه، ما تضيعش لينا بطبيعه الحال. كفكره من الافكار الانساني ما تضيعش الحاجه، يعني غالبا سيدات تصيبوا البريوات، تصيبوا دوك القنينطات، تصيبوا بزاف الحوايج. يعني صافي هنا كما كتشوفوا الاشاره فقط بيديا، لانه البوطه طفيتها وغنخليوها تبرد على خطره، يعني حتى تاخذ راحتها في الوقت. يعني هذه هي الكميه اللي عندي انايا ديال الورقه، وزدت عليها شي حاجه يعني بطبيعه الحال باش تقدني. قطعتهم هكا بالمقص. هذوك اللي تيكونوا شويه طوال، يعني غير باش ما يكونش غليظ. صافي فقط تندهنوه بالزيت. انا فقط درت غير الزيت، ممكن دير زبده الزيت اللي بغا، انا درت غير فقط الزيت. هنا كما كتشوفوا نحاول نقطعوا مرقاق باش ما يجيوناش غلاض في العضه. وعلى محال تيجيو مقرملين، لان ملي كنديروا غير الزيت هو اللي كيقرمل، يعطيها سميتو واحد التقرميشه. صافي هنا كما كتشوفوا غير هذوك البقايا اللي تيبقاو لينا من الورقه، يعني ما نرميوهمش بطبيعه الحال، حتى حاجه ما خاصها تضيع، لان راه الورقه راه الكيلو ب 600 ريال. يعني ملي غتلوحيها شنو غادي دوك اللي شيتا ما غادي يشيطوا لك وغترميهم، راه ماشي ما عندك ربح والو. خاصه حنا ما غنبيعو ما كنشريو، راه غا كنصيبوا على مالين الدار، يعني ماشي. المهم هنا كما كتشوفوا كنديروا الزيت، كنحاولوا بحال كما كنقولوا نعكوهم، يعني نحاولوا نبسبسوها باش كلشي يلبس داك الزيت، كلشي يتزيت فهمتي، باش ما يكونش ناشف، لان الا كانت ناشفه ما غاديش تقرمل، ما غاديش تجي داك مع الطياب، ما غاديش تجي واقفه، غتجي كارمه ماشي مقرمله. صافي هنا كنحاولوا بحال كنسوسوها باش يتفك لينا دوك اللي باقيين مجموعين بحال هكا، واللي بانت لينا شي حاجه مجموعه كنفكوها بيدينا. صافي كناخذوا المول، بطبيعه الحال هنا كنديروا القياس الزيت يعني القياس ديالنا، عيننا ميزاننا كما كنقولوا. كناخذوا المول. انا خديت هذا المول ديال لي طارط اللي عنده تيتفك من ديك من التحت. صافي فرشت الكميه الكثيره درتها لتحت، لان كما كتشوف انا ما عنديش كميه كثيره ديال الورقه. درت الكميه اللي الاكثريه، يعني نقولوا ثلثين درتو في التحت، والحشوه غنديرها بطبيعه الحال. هنا كما الحشوه بردات وناشفه كما كتشوفوا، راه ما فيها حتى شي، يعني باش ما بس تصدق لكم الحاجه ما خاصش يكون ميه الحشوه ميهه ولا سخونه، يعني غتخسر لكم كلشي. ضربوا تمره في الاخر تخسر لكم كلشي. من الافضل الحاجه نصيبوا على اتساع ونحطوها تبرد على خطره. هنايا درت فروماج موتزاريلا بطبيعه الحال، واحد يدير المهم هو اللي كاين عندي. صافي ودرت البقايا ديال هذاك الشويه اللي عندي ديال الورقه اللي بطبيعه الحال هي مدهونه بالزيت. صافي كان هنا كناخذوا البيض،
البيض اختياري بطبيعة الحال، ماشي ممكن ديري غير طيفات ديال الزبدة من الفوق تدخليها الفران تقرمل، كتجي بنينة. كندهنوها هنا بالبيض حتى نعطيوها شوية الخضر، هكا الا كانت تيبانت لينا شي بلايصة ما مغطياش كنغطيوها بدوك الوريقات، لانه كلهم مقطعين يعني ما تجيش لينا، ما تخرجش لينا الحشو من الفوق. هنايا الاختياري بطبيعة الحال، هنا درت انا غير الكاوكاو كونكاسي، درتو في الوجه ديالها، ندخلوها طيب وتحمر على خاطرها. وغتشوفوا بطبيعة الحال هنايا راه هنا كما كتشوفوا قرملات، انا قرملتها ماشي غير حمرتها، قرملتها مزيان صافي. هنا نوعد من التزيين ما حدا سخونه، كنديروا شويه الفرماج من الفوق. هذا ما كان يعني تنتمنى تعجبكم الوصفه وكفكره من الافكار بطبيعه الحال، وتجربوها علاش لا. وشكرا لكم بطبيعه الحال الناس اللي كيدعموني، وشكرا بزاف الناس اللي كيكتبوا لي التعليق ديالهم، والناس اللي كيقولوا لي بطبيعه الحال خارج القناه راه يعني داكشي زوين اللي كتحطي. وشكرا بطبيعه الحال كلشي، نخليكم مع باقي الفيديو.